اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب. النهارده عندنا الحلقه الثالثه من كورس الديجيتال لوجيك ديزاين بتاعنا، والنهارده هنتكلم عن البولين الجبرا. اعملوا اشتراك ولايك وكل الكلام ده، وخلينا على طول نبدا في الفيديو بتاع النهارده. طب ايه هو البولين الجبرا؟ والكلام ده انا جايبه من جيكس فور جيكس وكاتب هنا. طبعا البولين الجبرا هو برانش من الالجبرا. عندنا الالجبرا العاديه بتاعت الماثيماتكس، ده برانش كمان من الالجبرا اسمه بولين الجبرا. ده بيتعامل مع فاليوز ايه بقى؟ بيتعامل مع تو فاليوز بس، يا اما ترو يا اما فولس، يا اما 1 يا اما 0. دول بس التو فاليوز اللي موجودين في البولين الجبرا. تتخيلوا يعني مفيش مثلا حاجه اسمها 5، مفيش حاجه اسمها كده، هو 1 او 0 1 او 0 بس. فهو يعتبر وحده البناء الاساسيه للديجيتال سيركتس كلها، وطبعا محتاجينه في كل الحاجات بتاعت الكمبيوتر ساينس. لكن هو بشكل عام يعني هو بيعتمد على الفاليوز 0 و1. طيب اول حاجه بس محتاجين نعرف البيسك اوبريشنز. اول حاجه عندنا النوت اوبريشن، ودي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات على طول، اللي هو بتاعت الجيتس المشهوره دي، اسمها النوت اوبريشن. بتتكتب بالشكل ده، يا اما الشكل المموج ده وبعدها ايه، او ايه وعليها بار من فوق، انا شرطه من فوق، وده الرمز بتاعها. والايه ده هنا بنسميه فاريبل. الفاريبل ده هو الحاجه اللي بتاكسبت يا 0 يا 1 بس. فزي ما قلت لكم الفاريبل هو المجهول اللي بيأكسبت يا اما 0 يا اما 1. فلما اكتب مثلا ايه ده ممكن يبقى 0 وايه ممكن يبقى برضه 1. طيب ممكن يكون اي فاليو تانية؟ الاجابه لا، لان احنا بنتعامل في ايه؟ جوه نطاق البولين الجبرا. فهو اصلا الفاليوز اللي موجوده هي 0 و1. فاكرين بقى لما نيجي نروح مثلا للريل نمبرز ونقول لك عندك فاريبل اسمه اكس ممكن ياخد اي قيمه. الريل نمبر ياخد لك 2 اوفر 3، ياخد لك 5، ياخد لك نيجاتيف 10، نيجاتيف 100. فاهمين؟ لكن هنا اصلا عشان الدومين بتاعنا او الفاليوز اللي موجوده اصلا عندنا هي 0 و1، فكل البوسيبل فاليوز اللي ممكن ياخدها ايه فعلا بياخدها، لكن هم ايه؟ هم 0 و1 بس. اوكي، ده بالنسبه للنوت جيت. دلوقتي هنتكلم عن الاند جيت. الاند جيت الرمز بتاعه يا اما a دوت b يا a b على طول. هو كأنه مالتيبليكيشن بتاع تو فاريبلز، وطبعا الفاريبلز عندنا هنا هم a و b كمان. لو قلت a بلس b يبقى يا a or b، يا ده هي ده. لكن احنا عندنا الفاريبل هو a والفاريبل برضه هو b. معنى كده ان A ممكن يبقى 0 او 1 و B ممكن يكون 0 او 1. طيب ايه بقى الفيرست سكند ثيرد؟ لما بنيجي نطبق اللوجيك مينيمايزيشن، فلما بنيجي نكتب الفاريبلز دي اللي بنابلاي الاول هو ايه؟ هو النوت جيت، بعدها الاند، بعدها الاور. طب يعني ايه الكلام ده؟ افهمكم. يعني مثلا لو جيت مثلا كتبت هنا، جيب بن مثلا وكتبت ايه؟ نوت A plus B and C. ماشي، عندنا نوت A plus B and C. طيب دي طريقه القرايه بتاعت الاكسبريشن ده. طيب انهو اول حاجه هنعملها؟ فاكرين ان احنا لما نيجي نتكلم برضو نريكول في الماث بتاعنا المالتيبليكيشن قبل الاديشن مثلا، فهنا نفس الفكره، عندنا حاجات بتبقى قبل حاجات. فاول حاجه ليها الاولويه هي النوت، ان انا اعمل نوت للفاريبل اللي عنده نيجيشن من فوق. فانا مثلا لو قلت لك دلوقتي اديني الفاريبل بتاعت السيركت دي، لو الاي مثلا ب1 والبي ب0 سي ب2، في اي حاجه غلط في اللي انا قلته؟ بالظبط كده. 2 ما ينفعش، احنا لازم عندنا 1 يا 0. طبعا نكونوا فاهمين الفكره دي. فنيجي هنا نشيل الكلام ده ومفيش طبعا 2. تخيل مثلا ان السي let's say 1، مش تفرق قوي 1. اوكي، ف according to الليسته دي احنا لازم اول حاجه نطبق النوت جيت، ان هو بيتطبق الاول. فهنطبق النوت على الايه؟ هيبقى 0 لان احنا عندنا الايه ب1، فلما نعمل لها نيجيشن بتبقى ب0. طيب بعدها هطبق ايه؟ هي هنسيب الاور زي ما هو ونطبق الاند، لان الاند ثاني حاجه بعدها الاور. نطبق اول حاجه الاند. 0 and 1 هيدينا كام؟ 0 and 1 هيدينا 0، فيبقى 0 or 0 في الاخر equal 0. جميل. بس فهو ده ترتيب الاوبريشنز اللي هو بيكون مهم جدا، هو شبه الالجبرا العاديه جدا يعني، بس تكونوا بس عارفين الترتيب، ان نوت اند بعدها. طيب في برضه اوبريشنز اكتر واتكلمنا تقريبا عنهم كلهم الفيديو اللي فات، لكن ما عدا اللي هو اخر واحد اللي هو الاكس نور اوبريشن. طيب تعالوا بس نعدي عليهم بسرعه. الاند جيت الرمز بتاعه يا اما الدوت يا اما الكونجنكشن اللي هو الشكل ده. الاور جيت طبعا برضه التيبل ده انا جايبه من جيكس فور جيكس، يا اما بلس يا اما شكل الفي ده. خدوا بالكم شكل الفي ده مهم. الشكل التاني بقى للنوت اللي انا كنت بقول لكم عليه هو الشكل ده. الشكل عباره عن عصايه وتنزل لتحت كده. الاكس اور اوبريشن اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، شفنا الرمز بتاعها عباره عن دايره جواها بلس.
الناند اوبريشن سهم لتحت، النور اوبريشن سهم لفوق، بس اكشلي مش بنستخدم الشكل بتاع السيمبلز ده كتير، يعني بيكون ليها شكل تاني، والاكس نور برضو ما بيكونش ليها الشكل ده قوي. يعني غالبا بنستخدم لو مثلا هستخدم الناند جيت اللي هو اند وبعدها نوت هيبقى بالشكل ده، هكتب الفاريبلز بالشكل ده A B وبعدها اعمل نيجيشن، ده كده الناند جيت. والنور جيت نفس الفكره، هعمل A بلس B وبعدها هعمل. ودلوقتي هنتكلم عن التروث تيبل. التروث تيبل احنا اتكلمنا عنه بشكل امبليسيت المره اللي فاتت، بس المره دي محتاجين نفهم الترمينولوجي وراه وازاي بيشتغل. طيب فتعالوا نتخيل ان احنا عندنا سيركت معينه. فايه هو التروث تيبل؟ التروث تيبل عباره عن تيبل فيه الكومبينيشنز المختلفه من الفاريبلز. يعني مثلا لو انا عندي لو انا عندي تو فاريبلز A و B، ماشي. التروث تيبل ده بيحط لك كل الفاليوز اللي ممكن يكون عليها الاي والبي والاوتبوت بتاع الفانكشن. يعني مثلا عندي ايه وبي واوتبوت مثلا، جميل. فهو ده التروث تيبل. بس مثلا تعالوا نبص على السيركت اللي قدامنا دي. ده عندنا 2 اند جيتس وواحد اور جيت، وده الاوتبوت ودول الانبوتس اي بي سي دي انا بسميهم كده. اوكي، تعالوا بقى نلعب في السيركت شويه كده، نشوف ايه اللي ممكن نعمله فيها. ممكن نفتح دول مع بعض، هنكتشف ان البتاع بتبقى 1. لو قفلنا البتاع هتبقى مثلا هنا برضو ب1، لكن مثلا لو فتحنا ده وقفلنا ده البتاع تبقى ب0. فبس هو ده باختصار السيركت اللي بتعمله، ان هي بتعمل اند الاثنين الاولانيين واند الاثنين التانيين، والريزلت بتاع اول اثنين والريزلت بتاع تاني اثنين بتعمل لهم اور في الاخر. طيب في التروث تيبل بقى بيعمل ايه؟ التروث تيبل بيجي يشوف كل احتمال ممكن من الاحتمالات بتاعت الانبوت دي. يعني مثلا انا دلوقتي قافل دول كده، ده احتمال ان الاي تبقى بزيرو، البي يبقى بزيرو، السي يبقى بزيرو، الدي يبقى بزيرو. الاوتبوت في الحاله دي بيبقى كام؟ بيبقى زيرو، فيكتبه لك في رو. وتعالوا كمان عشان تفهموا اكتر لكمبيوتر تروث تيبل من البرنامج ده. البرنامج ده اسمه لوجيزم، ممكن تحمله. برنامج حلو جدا بيساعدك انك تعمل سيميوليشن للسيركتس يعني. فنيجي عند بروجكت نعمل انالايز سيركت، جميل، هيطلع لنا التروث تيبل. بس فده التيبل بتاعنا زي ما انتم شايفين. التيبل لو هتلاحظوا اول حاجه في 16 رو، وهنفهم قدام ازاي ممكن نعرف عدد الروز اللي هتكون موجوده في التيبل وكل الاحتمالات الممكنه للسيركت بتاعتنا. طيب تعالوا مثلا نبص على التيبل زي ما احنا شايفين، ونقول مثلا ايه، تعالوا نكمبيوت فعلا نتاكد ان هو شغال صح. فتعالوا مثلا نحط للايه، نجرب الكومبينيشن دي اللي هو 0 اللي هي دي، اللي هو 0 0 1 1، يعني A ب0 B ب0 C ب1 D ب1. دي طريقه اللي بنقرا بيها التروث تيبل. بنحط كولمز كده للفاريبلز، وكل الفاريبلز بتاعتنا بنحطها بالشكل ده. وهعلمكم ازاي برضو نعمل تروث تيبل بشكل سهل جدا قدام. بس فعندنا مثلا الايه هنا، تعالوا نبص على الرو ده. الاكس ده هو الاوتبوت بتاع الفانكشن او اوتبوت السيركت بتاعتنا. فعندنا هنا الرو ده بيقول لك ان الاي ب0 والبي ب0 والسي ب1 والدي ب1، والسيركت بتطلع المفروض 1. تعالوا بقى نشوف مع بعض دلوقتي. هنا نعمل كده، نيجي هنا عند الاي 0 بي 0 سي ب 1 والدي ب 1، فعلا السيركت طلعت 1 زي ما احنا شايفين. فبالظبط هي دي كل الفكره بتاعت التروث تيبل، ان هو بيحط لك كل البوسيبل اوت كومز من السيركت دي او من السيركت اللي عندك. فهتقول لي طيب ايه يعني انا استفدت ايه بان انا حطيتهم كده وعرفت الاوتبوت بتاعهم كلهم هيبقى عامل ازاي؟ ما انا ممكن اجرب بنفسي واعملها بسهوله. هقول لك ان قدام التروث تيبل ده هيكون ليه مزايا كتير جدا وهيساعدك جدا تعمل السيركتس دي بكوست اقل. يعني ان انت توصل لنفس النتيجه دي، ان انت يبقى عندك سيركت بتبيهيف بنفس الشكل، تخليها انبوتس معينه تطلع لك نفس الاوتبوت اللي انت عايزه لكن بجيتس اقل. ولما يكون عندك جيتس اقل معنى كده ان انت عندك كوست اقل، معنى كده ان انت هتدفع اقل، فتكلفه الصناعه بتكون اقل. وهي دي الفكره كلها اصلا من اللوجيك مينيمايزيشن. لا ومش بس كده، كمان ده كمان هتكون اسرع السيركت اللي انت عندك جيتس، والجيتس دي بيكون فيها حاجه اسمها بروباجيشن ديلي، يعني بتاخر شويه ال الاشاره من الانبوت لغايه توصل للاوتبوت. بس فالتروث تيبل يعتبر حاجه فاندامنتال في اللوجيك ديزاين، عشان كده كان مهم جدا ان احنا نعرف. طب ازاي بقى بنعمل التروث تيبل وازاي نعرف عدد الروز بتاعته؟ تعالوا نرجع تاني للسلايدز واقول لكم. دلوقتي الفورمولا دي مهمه جدا. لو انت عايز تعرف النمبر اوف روز بتاعت التيبل بتاعتك هيكون فيه كام رو، هتبقى 2 باور ان، وان ده النمبر اوف فاريبلز. باختصار ان انت عندك مثلا ايه، لو عندك 3 فاريبلز هيبقى 2 باور 3، عندك 2 فاريبلز هيبقى 2 باور 2 which is 4 and so on. فنيجي هنا دلوقتي مثلا نجرب مع بعض. لو قلت لكم عندي A و B و C و D، كل دول موجودين في الفانكشن بتاعتي.
فكام رو هيبقى موجود في التيبل؟ السؤال هنا ان احنا عندنا كام؟ عندنا 1 2 3 4، فهيبقى عندنا 2 to the 4 which is 16، فهيكون عندنا 16 رو. في الحالة بتاعتنا دي كان فعلا عندنا 16. لو نرجع للبرنامج هوريكم اهو عندنا 16 وفي 16 رو، هم فعلا 16 رو. طيب ازاي بقى تكتب التروث تيبل بشكل بسرعه بحيث انك ما تقعدش دايما تفكر طب ايه هخليها دلوقتي 0 ولا اخليها 1؟ لا، هقول لك الطريقه بسهوله جدا. تعالوا نفكر مع بعض. بس في الطريقه دي طبعا ده التيبل اللي احنا لسه كنا شايفينه، فالطريقه دي ممكن تشرح باكتر من طريقه، بس الطريقه اللي انا بحب اشرحها بيها انك تيجي هنا عند التيبل ده. احنا عارفين ان احنا عندنا كام من الفورمولا بتاعتنا؟ عندنا 16 رو، صح كده؟ حلو جدا. 16 اللي هي كام؟ 2 باور 4 number of variables. طيب فاحنا هنيجي عند كل كولوم معين وهنخلي الفاريبل ثابت لعدد معين. العدد المعين ده هو ايه؟ هو 2 باور رقم الفاريبل ده ماينس 1. رقم الفاريبل ماينس 1. وهاجي هنا مثلا الرقم ده 4 3 بالشكل ده 2 1. جميل جميل. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا هاجي هنا هخلي الفاريبل ثابت لغايه عدد معين. العدد المعين ده هو 2 باور الرقم بتاعه ماينس 1. فانا هنا ايه؟ عنده 4، فانا 2 باور 4 ماينس 1 which is 2 باور 3 اللي هو ب 8. جميل. معنى كده ان انا اخلي فاريبل ثابت 8 مرات ورا بعض، فانا هخلي 0 0 0 0 0 8 مرات وبعدها 1 1 1 8 مرات للاخر. نيجي للي بعده. اللي بعده ده 3 2 باور 3 ماينس 1 which is 2 باور 2 اللي هي 4. فالفاريبل هيبقى ثابت برضه انت بزيروهات 4 مرات بعدها 1 نوت، زيروهات بعدها 1 نوت 1 نوت وهكذا. طيب ممكن نشرحها طبعا بطريقه اسهل من كده بكتير، انك تيجي هنا تقول له ايه؟ انا هقسم البتاع ده نصين في الاول خالص. الاول كلهم خالص تقسمه نصين، هتخلي اول نص زيروهات تاني نص 1 نوت، واللي بعده تقسمه 4 تنسس وتخلي اول نص زيروهات 1 نوت زيروهات 1 نوت، يعني يتغير كل 4 مرات بالشكل ده. كل المالتيبلز اوف 2 يعني كل التايمزات بتاعت ال2. وتيجي هنا عند السي ده هنخليه ايه؟ هنخليه يتغير كل مرتين، لان كان بيتغير كل 4 كان بيتغير كل 8 هيبقى بيتغير مرتين. وهنيجي هنا عند اخر واحده هنخليه بيتغير مره 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 بس. فهي دي الفكره باختصار، يعني انك تيجي ايه؟ تشوف الطريقه اللي انت فهمتها بيها احسن. عايز تطبق الطريقه بتاعت الفورمولا دي ماشي، عايز تعملها بالطريقه دي اسهل. انا عموما مع الوقت يعني بقيت بستخدم الطريقه دي بسهوله جدا، ان هو انا عارف ان انا اول كولوم هقسمه نصين، بعدها هيبقى ارباع، بعدها هيبقى 8 وهكذا وهكذا. بس في الموضوع بسيط جدا. تعالوا بقى نجرب مثلا لو هو كان 3 بس هيبقى عامل ازاي؟ واكس طبعا الفانكشن بتاعتنا بس ملهاش لازمه دلوقتي يعني. بس فالاول دلوقتي ايه؟ 3 فاريبلز بس 2 باور 3 عشان نعرف عدد الروز اللي احنا محتاجينها هيبقى 8 روز بس. يبقى نبدا 4 زيروهات ايه 0 0 0 0 بعدها 4 1 وهكذا. نيجي عند بي زيروهين 1 زيروهين 1. اهم حاجه يكون مالتيبل اوف 2، يعني يكون حاجه 2 تايمز حاجه تدينا الرقم ده، وبعدها هنا نغير مره. ده باختصار الطريقه اللي تكتب بيها تروث تيبل وتبقى ايه مش متلخبط يعني. بس ونيجي عند كل رو هنا اهو كده نسد رو، نجرب نشوف الفاليوز A بزيرو B بزيرو C بزيرو ونحطها في السيركل بتاعتنا ونشوف هتطلع كام في الاخر وهكذا. بس فهو ده التروث تيبل، ودي كانت حلقه مهمه جدا عن شرح التروث تيبل. المره الجايه هنتكلم اكتر عن البولين الجبرا وكل البروبرتيز اللي احنا محتاجينها فيها. هل فيها كوميوتيفيتي، هل فيها اسوشيتيفيتي، ديستريبيوتيفيتي وهكذا. وكمان هنتكلم عن قانون مهم جدا اسمه دي مورجانز لو، بيخلينا نحول بسهوله جدا من اند لاور جيت. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. شكرا جدا ليكم للمشاهده، ما تنسوش باللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامه.